ورحمة الله وبركاته. مبروك يا زملكاوية. والله العظيم الزمالك شبهنا واحنا شبه الزمالك. لازم تبقى كل حاجة صعبة واحنا اللي نصعبها على نفسينا ونغلط ونجري نحاول نصلح الغلط. بس الحمد لله الحمد لله، الشوط الأول كان مليون على 10. الشوط التاني لازم واقفة منك يا كابتن معتمد مع الناس دي. اللعيبة مفيش تركيز، اللعيبة في استهتار، اللعيبة في غرور، في يعني بلغه الكوره كده فريجه. انا بعيش الدور وبدون داعي وصعبت على نفسي الموضوع. كنت ممكن اخش في كميه مشاكل ملهاش اي 30 لازمه. لو لا قدر الله كنا خرجنا النهارده كانت هتترفع لنا السيوف وتحط على رقابينا الخناجر والسكاكين وتقطيع وليه. انا راكب الماتش وماشي زي الفل. عموما الحمد لله فرحنا، وعشان كده بكرر كلمه: احنا شبه الزمالك والزمالك شبهنا. احنا بنصعب الحياه على نفسينا والزمالك بيصعب كل حاجه على نفسه، والدنيا بتبقى سهله واحنا اللي نخرب الدنيا. ليه يا رجاله؟ المهم احنا مش هنعاتب كتير. انا عارف ان الكابتن معتمد ما شاء الله دراجون، راجل فاهم، راجل عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وعقليته اكبر من موهبته سواء لما كان لعيب او دلوقتي كمدرب، وهيعرف يعمل الوقفه اللي لا قدر الله ما تدخلناش تاني في دوامات. احنا داخلين على مرحله صعبه قوي قوي قوي، مرحله حسم الدوري. 6 مطوشه ضرب نار مفيش فيهم تهريج. ده لازم خلاص نقفل صفحه النهارده الحمد لله، ونبدا من دلوقتي مش من بكره، من وهم بياخدوا الشاور في اوضه اللبس نبدا نجهز للمرحله الجايه يا كابتن معتمد. يا رب صوتنا يوصل لك، يا رب اللعيبه بتاعتنا تفهم خطوره الموقف اللي احنا عايشينه اللي احنا داخلين عليه، يفرحوا تلت ساعه 24 دقيقه ماشي. في بقى رساله، هي يعني رساله مسخه شويه يعني للجزيري: انت عايز مننا ايه؟ انا عايز اعرف، هو انت بتضرب برشام؟ يعني دي ترامادول ده مثلا؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا مش فاهمك. ده لا عدم ثقه ولا لا. يا راجل يا طيب، انت بتروح بالكره انت تتكعبل في هو في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. اي نعم انت عمرك ما كنت معانا واو الا في مطوشة اللي ما يتسموش ماشي، لكن ما كنتش بالمستوى ده ابدا. ده انت مش واخد بالك من اي حاجه، ده انت ماحي في كل النواحي ورايح تقف جون. يعني يا كابتن معتمد سبت ال 11 لعيبه ولا 10 لعيبه اللي فاضلين وما لقيتش غير ده. هو مركز اصلا قدام عشان يجيب جون، لما يركز يقف جون. والله ربنا سترها الحمد لله. محمد يا ابراهيم يا صغير يا كبير، محمد يا ابراهيم يا ناشئ يا عملاق، انت رساله خاصه. انت رساله خاصه بصراحه. يعني انا النهارده مش هجمل من اللعيبه ولا هشمل ولا هستثنى الا انت. انت حاجه كده فاكهه، انت ما شاء الله عليك. انا شايف فيك محمد صلاح بتاع زمان، ابراهيم حسن، حاجه كده باذن الله. يعني من زمان قوي ما جاتش مصر عموما، مش ما جاتش نادي الزمالك. محمد يا صبحي بطل سخافه، بطل سخافه. انت النهارده كنت بتحبط هجمات الزمالك، وانت كنت سبب من اسباب ان احنا ما نزودش عدد الاهداف. انت بتمسك الكوره واللعيبه بتجري لك وبتعمل التحركات المطلوبه منها، وانت بتقف بمنتهى البرود تهدي اللعب يا عم العب الكوره زي ما بتعمل الكوره، يا عم اخلص، يا عم الله يهديك ويصلح لك حالك، نجيب 3 و4 و5. وبعدين في كميه عدم تركيز من عدي وناصر غريبه، وفي بدايه شمامان ريحه انانيه. 2-0 وانا اللي عايز اجيب الجون. لا، احنا قلنا ايه؟ احنا واحده واحده، احنا كلنا واحد. مش مشكله الكره تخش الجون من مين، لو واحد من الجمهور نزل جابها مش قصه. بلاش يا رجاله، بالله عليكم بلاش يا رجاله. خليكم في الروح اللي انتوا فيها، وخليكم في الحلاوه اللي انتوا فيها، وشوفوا الانانيه بتوقع الناس ازاي. شوفوا اللي ما يتسموش حاصل فيهم ايه بسبب الفرديه والانانيه والنفسنه والكلام ده كله. بالله عليكم ما تروحوا في السكه دي. وعموما خلينا نفرح. لا انا اسف، انا اسف. العمالقه، الاساطير، التنانين اللي قاعده في المدرجات، جمهور الزمالك سواء الوايت نايتس او الجمهور العادي، ربنا يحفظكم. والله العظيم ربنا يحفظكم. النهارده قبل الماتش ناس كتير قوي عندي على الصفحه من الاصدقاء، سواء اعرفهم او ما اعرفهمش واللي ما اعرفهمش اكتر، بيكلموني: احنا رايحين الماتش، احنا رايحين الماتش. انا بطلت اروح ماتش الزمالك من زمان عشان حاجات معينه، يعني فاهم الواحد ايه، بيتعب فيها شويه. خلاص ما بقتش ايه يعني مستحمل الضغط العصبي بتاع الاستاد. مش عشان حاجه، انا بحب الزمالك اوفر قوي، يعني بحب الزمالك بزياده فبتعب والله. بس انتوا ما شاء الله عليكم وحوش والله العظيم. يعني مش هقول لكم بقى تحيه خاصه ولا شكر كبير، لا، ربنا يحفظكم. والف الف مليون مبروك يا جمهور الزمالك. يا كابتن معتمد الف مبروك، بالله عليك دوس شويه، اقرص شويه. يلا السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.